فلسه قدام العميل فرصة كويسة جدا انه يحط فلوسه صح. لو قلنا ان المنطقة دي مش هتتكرر، هي فعلا مش هتتكرر. استحالة يبقى في منطقة تانية للداون تاون في العاصمة، ولكن حاول انك تشتري في المميز عشان تكسب بصورة اسرع، لان محدش عارف بكرة فيه ايه. ممكن العميل يتزنق عايز يبيع، هيجي لك انت اول واحد. جوه مش هيبيع. جوه صعب جدا، لان عدد المشروعات كل يوم في طرح في طرح في طرح. فهتلاقي السعر اللي كان من سنتين هو اللي موجود دلوقتي، موجود لغايه دلوقتي. وحتى الكاتيجري نفسه بتاع الشركات هو متوسط، مش نفس الكاتيجري بتاع الابراج السياحيه. التفاصيل بتاعه المشروع مش نفس التفاصيل، مختلفه كلوكيشن، كتفاصيل بقى هندسيه. لما نيجي نتكلم بقى وندخل في التفاصيل مع العميل، فهتلاقي فيه فرق كبير جدا. فدايما تحاول تخلي العميل على شريط الابراج السياحيه من اول ارقى لمنصات. طيب، مختلفين هم في بعض المميزات. ده بيبيع بسعر، ده نقدر نجيب منه عرض كويس، ده نقدر نجيب منه بيمنت بلان حلو، ويونت حلوه، الفيو بتاعها حلو، وتشغيليه. طبعا انت عندك فرص كبيره جدا، وكل ما يكون عندك المام بالسوق وبتزور الشركات وبتروح وعارف كل كبيره وصغيره، العميل مش هيشتري غير معاك انت. ما هو خلف الابراج خليه اخر ترشيح ليك للعميل، وانا عارف ان الكلام ده هيزعل شركات كتير جدا، بس انا بحب اجيب بالاخر. انا بحب اخرج، يعني انا دايما ما بحبش ادخل العميل في الحته دي، خليني بره. انا اللي على ال90 الشمالي في التجمع، او على ال90 الجنوبي، او على محور محمد نجيب، هو التوب. انا عايز اجيب للعميل بتاعي التوب، عايز اجيب له احلى حاجه. عايز تكسبه. انا عايز اجيب له احلى حاجه، مش هو اختارك من ضمن مليون بروكر في مصر ولا لا؟ صح؟ تمام. يبقى طالما هو اختارك وكلمك انت من ضمن مليون بروكر، يبقى لازم يكون ليك اضافه. مالكش اضافه يبقى زيك زيه. مالكش اضافه يبقى زيك زيه. انا عايز ابيع وخلاص. يبقى حضرتك لازم توضح للعميل وتشرح له منطقه الداون تاون، ان انا عندي هنا مشروعات ارضي و12 دور. دي احنا بنسميها الميكسد يوز. ال90 متر الخلف الابراج ده ممكن العميل يشتري فيه ارضي، بس ارضي واجهه. هيبقى سعر المحل عامل كام؟ بنتكلم من 4 مليون ل 6 مليون. طب ممكن عميل يجي يقول لك انا معروض عليا محل ب 2 مليون. هتلاقي، بس هتلاقيه في الدور الاول او الدور الثاني في المشروعات الميكسد يوز. طب هو ايه العائد منه؟ يعني لما انا اجيب محل في الدور الاول ولا الدور الثاني وهو مش مول تجاري اصلا. ودي غلطه كبيره جدا، عملاء كتير جدا وقعوا فيها. استرخص ان هو لقى محل تجاري قال لك احسن من المكتب ب 2 مليون، ولكن هو هنا كده بالظبط. لكن هو مشتري المحل في الدور الاول او الدور الثاني. طب هو المطور عمل كده عشان يكسب، هيبيع متر تجاري بسعر متر 50,000 و60,000. لكن مين الاسره او مين اللي هيجي ياجر محل عندي في الدور الاول او الثاني وهو مش مول تجاري، مش مول؟ ما حدش هيطلع، ما حدش هياخده، ما حدش هيتاجر، صعب جدا. يبقى كده العميل اللي اشترى المحلات اللي في الدور الاول والدور الثاني، البروكر اللي كان شغال معاه هو ما ادوهوش حاجه كويسه، ما ادوهوش هديه، ما ادوهوش حاجه يفضل فاكره بيها. لما العميل هيعرف ان هو مشي غلط من الاول مع شخص الغلط. عشان كده دايما نخلينا في الابراج السياحيه. العاصمه الاداريه هم مسميينها العاصمه الاداريه، ما سموهاش العاصمه التجاريه، سموها العاصمه الاداريه. عشان الدوله عايزه تجيب كل الشركات اللي في مصر او خارج مصر، تبقى الشركات دي موجوده، سواء بقى في الابراج اللي في الام يو 7 او في ما هو حوالين البرج الايقوني، او في منطقه شريط الابراج اللي موجود في الداون تاون، او في الحي المالي والحكومي كمان. بس انا عندي الفكره الجديده اللي موجوده في مصر هي فكره الابراج. زي ما هي نجحت في العالمين، هتنجح بصوره اكبر في العاصمه. لان انا عندي مونوريل، عندي LRT، عندي الدوله، عندي البنيه التحتيه مختلفه تماما عن اي مدينه في مصر. طرق، كشبكات صرف، كشبكات نت، كشبكات كهرباء. لا، الموضوع مختلف تماما عن مصر. فحاول انك تخرج العميل من الدايره دي
وتطلعه قدام. على شريط السياحي. طب هو مثلا من اول كام يقدر؟ من اول 2 مليون 500 نقدر نجيب له في شريط الابراج حتى لو مساحه صغيره، بس والله هيبقى فعلا ده افضل اختيار ليه، وعمره ما هيندم عليه العمر كله. وال 2 مليون 500 هو كده كده بيدفعهم على اطول مده، فمش بيحس بيهم زي ما مش بيدفع 10% والباقي على 7 سنين او 8 سنين او 6 سنين على حسب الشركه اللي انت بترشحها له. وغير سعره في تزايد مستمر. وسعره طبعا بيزيد. ولو حب اللي يعمل ريسيل هيلاقي، عشان هو على الشريط السياحي وصف اول على طول. طيب في حاجات لازم تعرفها للعميل، ان المشروع واحنا بنشتري فيه وهو لسه ما اتحفرش غير وهو اتحفر، غير وهم بيرموا الاساسات، غير وهو طالع للدور الثالث والرابع والخامس. ده سعر وده سعر وده سعر وده سعر. اكتر عميل بيكسب وبيستفاد اللي اشترى وهو لسه ما اتحفرش، او هو بيتحفر، او في بدايه الانشاءات. ده بيبقى اكتر عميل كسب. وخلي العميل يشتري في شريط الابراج، عشان يعني انا بسميه كده ده شريط البورصه. سعره كل يوم زي الذهب كده بالظبط، سعره كل يوم على طول بيزيد بيزيد بيزيد. ورا هو حاجته فيه منها شبه كتير جدا وسعرها زي ما هي. حصل له ظرف، عايز يخرج، عايز يبيع، عايز يعمل ريسيل، سواء معاك او مع كل شركات تسويق، مش هتبقى فرصه قويه لان يدخل حد ياخد اليونت بتاعته. بس ده المختصر المفيد بتاع منطقه الداون تاون، عشان انا كتير من العملاء بيسالوني. انا حبيت ان انا اوضح لكم ازاي توضح للعميل وتفهمه منطقه الداون تاون دي ماشيه ازاي. طيب العميل اللي ميزانيته اقل من 2 مليون يعمل ايه؟ يحاول يشوف معاه حد من اصدقائه، حد من قرايبه، يكبر الميزانيه. طب ما عرفش خلاص وعايز يشتري، تحاول تجيب له هنا في الشريط في اللي هو المحور ال90 متر اللي خلف الابراج، اول صف بعد الابراج السياحيه على طول. هتلاقي في عندك مثلا 4 5 شركات تقدر ان انت تختار منها يونت بتبص على الابراج. انا المهم عندي ان انا اشتري على محور رئيسي، سواء المحور المركزي او محور الرئاسه او محور بن زايد، الثلاثه. طب افضل فرصه ايه وافضل عرض ايه يقدر العميل يكسب منه؟ هيبقى في التاورز. التاورز هي النقطه الفاصله في العاصمه كلها. لو راح وقف على شريط الابراج في محور بن زايد الشمالي في الداون تاون، في بعض المشروعات المميزه اللي موجوده على الشريط ده، هو مش هيشتري غير فيها. لكن لو خدته بقى ووديته هنا، انا عشان اوصل اصلا اخد العميل وادخله عند الحديقه المركزيه، انا عايز باراشوت عشان ينزلني، انا مش عارف ادخل اصلا. لكن هو هنا انت يعني هنا خلينا بره. حاولوا دايما ان انتوا تقدموا للعميل افضل مشروعات بافضل يونتس، ودايما تقفي مع العميل مش مع المطور.